يا مساء السعادة، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة بقى الجو ساقعة شوية، وطبعا في مذاكرة مضطرين نسهر، فالعيال سقعانين وعايزين يتدفوا، وطبعا عايزين حاجة مسكرة في السقعة اللي احنا فيها دي. فتعالوا نعمل مع بعض كده تحلية سريعة وبسيطة، وكل حاجاتها من البيت، مفيش أسهل من كده. تعالوا ما نشوف التحلية بتاعتنا دي. طبعا الشعرية مش هنتكلم عنها، لانها فرد اساسي من افراد الاسره، موجوده في كل البيوت. تمام. اهو معايا هنا شويه شعريه، يعني حوالي ربع كيلو، متكتريش بتزيد وبتعمل كميه كبيره. ف ربع كيلو حلو قوي ان انت تعمليه، علشان بس ايه، تخلص، وهي كده كده يعني بتدي كميه. تعال نشوف هنعمل ايه ونعمل التحليه بتاعتنا البسيطه دي ازاي. اولا كده جبت الحله بتاعتي، حطيتها على النار، نزلت فيها كده بمعلقتين كبار حلوين من السمنه. تمام. نسيبها كده تسخن، وبعد كده هنزل كده بشويه من الزيت، شويه صغيره جدا يعني حوالي معلقتين كده. تمام. وبعد كده نزلت بالشعريه بتاعتي، وهبدا ان انا احمرها لحد ما تاخد لون حلو كده امور. اهو. تمام. حمرها شويه حلوين علشان نبدأ بقى نكمل التحلية بتاعتنا. تمام كده. هي كده معايا بدأت تاخد لون اهو. تمام اهو. بقت واحدة بيضة وواحدة ذهبي وواحدة مش عارفة لونها ايه. فالمهم يعني هنحمرها، نقلب كده على طول لحد ما تاخد لون حلو كده، ذهبي اهو. تمام. يعني ما تسيبيهاش فاتحة قوي، غمقيها سنة، لان طبعا لما بتسويها بتفتح، يعني بتفتحها على الاقل درجة او درجتين عن لونها اللي انت حمرتي فيه. تمام كده. خلاص حمرت الشعرية بتاعتي اهو. بصوا، انا عايزة اللون ده يبقى غامق كده. هنزل بقى بالمية بتاعتي اهو. اولا هسويها في المية، خلاص، زي ما بتعملي الرز بالظبط. هغطي بس ايه الوش بتاعها. تمام كده. هنزل برضو بشوية من السكر، حوالي نص كوباية كده، 6 معالق يعني، 6 معالق من السكر. وطبعا حلي زي ما انت عايزة، خلاص حسب رغبتك انت. حطيت كده حوالي 6 معالق من السكر، نص كوباية، وشوية من الفانيليا السايلة، بجد بتدي طعم خرافة، انا بحبها جدا عن الفانيليا البودر. خلاص. هن هنسيبها بقى لحد ما تستوي وتشرب المية بتاعتها دي. بصوا هي بدأت تغلي اهي، والمية بتاعتها خلاص بدأت تتكثف كده وتقل، والشعرية بتاعتي اهو بدأت تستوي. يعني عادي في المرحلة دي ممكن تطفيها وهي هتكمل سوا مع نفسها، مفيش مشكلة. تمام اهو. فانا كده هطفي عليها واسيبها بقى شوية. تمام. وهغلي اللبن بتاعي بعد ما غليته اهو، اللبن ده غليته. تمام. وبعد كده هعمل ايه، هحط كل الحاجات دي على بعضها، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو. انا طبعا الشعريه بتاعتي اهي، طبعا طفيت عليها، ما بحطش عليها اللبن، لان انت لو حطيتي اللبن هتحسي انه جبن كده، عمل زي قطع الجبنه في قلب الشعريه. فانا ما بعملش ايه، ما بحطوش على الشعريه، انا بحطه بعد ما الشعريه بتستوي، وباجي اقدمها بقوم حاطه عليها اللبن بتاعي. تمام. بنزل كده بقى على الشعريه بتاعتي باللبن اهو. تمام. حطي بقى كميه اللبن اللي انت عايزاها. خلاص انا عملت لهم طبق حلو كده كبير، يا ايه، يدفيهم. حطي بقى لو عندك مكسرات، ما عندكيش مفيش مشكله، هو الطبق كده هيبقى جميل. انا كان عندي شويه من الزبيب، شويه من اللوز. تمام. جرشته كده نص جرشه. وهحط بقى قطعتين 3 كده من القشطه اهو. لو ما عندكيش ممكن سمنه بلدي، لو ما عندكيش ده ولا دوت مفيش مشكله، هي هتبقى كده لذيذه جدا. بجد تحلية مفيش اسرع منها، لقيته اسهل من كده مفيش، وما فيهاش اي ابداع ولا افتكاسه، بس هتدفي الاولاد وهيحلوا وهم قاعدين بيذاكروا. بجد طريقتها سهله جدا. طبعا بقى اما تيجي تاكلوا بتقلبوا كل الحاجات دي ببعضها، المكسرات مع القشطه، كل ده بيدخل بقى مع بعض وبيدي ميكس رائع. بجد الوصفه هايله جدا، جربيها دفي عيالك. يلا خلاص، دلوقتي خلاص داخلين قربنا على الامتحانات، والعيال هيعوزوا بقى حاجات مسكرة كتير، فاحنا بنعمل اسهل حاجة. جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم، وهستنى تعليقاتكم،
واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.